انتهت مباراة الأهلي وبيراميدز امبارح بفوز الأهلي 1-0. مباراة كانت فيها شد وجذب جامد جدا وإثارة، 11 إنذار، حالتين طرد، وكان في مشاحنات بين الجماهير اللي حضرت واللاعب المغربي محمد الشيبي. كلنا فاكرين المباراة اللي تمت السنة اللي فاتت بين الأهلي وبيراميدز وحصل فيها مشاحنات وعصبية بين الشيبي والشحات. المباراة دي حصل إن الشحات اعتدى بالضرب على الشيبي وصفعه على وجهه ووجه ليه سب وقصف في المباراة. في مستجدات حصلت خلت اللاعب محمد الشيبي يتراجع عن قبول الاعتذار وابتدى ياخد إجراء قانوني تجاه حسين الشحات. المهم ان اتحاد الكرة في التوقيت ده لو كان اخد موقف عادل وعاقب حسين الشحات عقاب يرضعه وعقاب يحسسه ان غلط ويجيبوا حق الشيبي، الا ان اتحاد الكوره او لجنه الانضباط تحديدا ادت عقوبه هزليه للشحات، ايقاف اعتقد مباراتين وتغريمه مبلغ مالي. طبعا العقوبه كانت ضعيفه جدا بالنسبه للي عمله حسين الشحات، واللاعب المغربي شعر بان حقه ما جاش واتهان قدام الملايين سواء في مصر او في المغرب وقدام اسرته، فابتدى ياخد اجراء قانوني انه رفع قضيه على اللاعب حسين الشحات عشان يجيب حقه. والقضيه فضلت متداوله قرب 8 شهور في المحاكم الى ان انتهى الحكم بحبس حسين الشحات سنه مع ايقاف التنفيذ وغرامه ماليه ومنعه من الانضمام لاي هيئات رياضيه على ما اعتقد ل5 سنوات الى اخره. في استئناف على الحكم يوم 30/7. المباراة امبارح كان فيها شد وجذب تاني وبرضه كان في مشاحنات. الشيبي اتطرد بسبب لعبة خطرة تجاه حسين الشحات، وهو خارج الجمهور تعرض ليه بالسباب والشتيمة واعتدوا عليه بكلام ما يصحش. هل دي روح رياضية؟ طيب هل يا جماعة اي حد من الجمهور كان يقبل انه ينضرب بالقلم ويتم سب الدين ليه والناس تشوف الواقعة دي وشعور يمس الكرامة؟ طب ايه اللي مطلوب ان الشيبي كان يعمله وهو حس انه اتظلم ومحدش جاب له حقه؟ يا ريت لما نبص على الوقائع اللي زي دي نبص بالعدل ونبص بالحق وندور بقى على كرامة انسان تم الاعتداء عليه بدون اي انتماءات. ده المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى امر الناس بان يحكموا بين الناس بالعدل.